ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ اتمنى انه يكون كله في السنتراكس. عارف انا بقالي كتير مختفي حوالي تقريبا 7 شهور، بس انا كنت بمر بوعكة حياتية، كنت بجرب حاجات جديدة، وفي النص كده يعني الماوس بتاعي باظ. المهم الماوس ده معايا بقاله 5 سنين، جيت في يوم افتح الكمبيوتر ومارس شغلي زي اي يوتيوبر عادي، فجأة لقيته ما بينطقش خالص، وغالبا الماوس باظ خلاص. المهم ان الماوس ده عشت معاه احلى ايام. الماوس ده اللي عملت بيه فيديو المناطق الشعبية، وعملت بيه فيديو الفقر. المهم اي حد بيشوف الفيديو ده يقف دقيقه احداد على الماوس بتاعي ويكتب لي كومنت يواسيني بيه، عشان انا مش عارف اعمل ايه من بعد ما الماوس ده باظ. بس في ميزه مهمه جدا الفتره دي، وهو نوع علبه جبنه جديد بتيجي مع التموين اسمها جبنتي. فلو انت بتجيب تموين والراجل بتاع التموين اداها لك خدها، بس المشكله ان الجبنه على الوش بس والباقي كله ميه، لكن في المجمل وجبه في الظبط منه. معلش لو غيرت زاوية التصوير، بس انا حاسس ان لو اتكلمت كده بتكلم جد اكتر وهبان ان بقول حاجه مهمه. المهم ان التلاجة لسه باينه، عشان انا عارفكم بتحبوا التلاجة دي وما تقدروش تستغنوا عنها يعني. المهم انا من فتره كنت بتفرج على فيلم اسمه مستر نو بودي. الفيلم ده كان من بطوله ممثل اسمه جاريد ليتو. الفيلم ده كان بيتكلم عن شخص اسمه نيمو في المستقبل في سنه تقريبا 2092. المهم ان نيمو هو اخر انسان فاني على الارض، او اخر بني ادم هيموت وهو عنده 118 سنه، عشان بسبب العلم في المستقبل اخترعوا حاجات ان هم يخلوا البني ادمين يفضلوا عايشين اعمار فوق ال 100 سنه، وممكن كمان ما يموتوش اصلا. فالمهم ان نيمو كان في صحفي بيعمل معاه لقاء، بس الفكره ان نيمو كان بيحكي كذا حياه مختلفه هو عاشها، وكل حياه عكس بعض بمسارات مختلفه. يعني مره يحكي انه عاش مع امه، مره يحكي انه عاش مع ابوه، مره يحكي حياه تالته اصلا، وهكذا. المهم ان فكره الفيلم كلها بتتكلم عن ايه اللي هيحصل لو خدت القرار ده، وايه اللي هيحصل لو خدت القرار ده. بمعنى اصح ممكن اي قرار تاخده يغير مسار حياتك كلها. فده خلاني افكر، هو فعلا قرارات الانسان ممكن تغير مسار حياته، وفعلا كلمه all actions have consequences دي حقيقيه، وفعلا كل قرار ليه عواقب ومسار حياه مختلفه. معلش انا مهووس شويه بالحاجات دي وبحب اتكلم فيها، فاعتبروا نفسكم مثلا قاعدين معايا على القهوه ولا حاجه، لاني هتكلم بشكل شخصي واخش في تفاصيل من حياتي. فبس المهم انا هرجع لورا شويه حلوين، تقريبا سنه 2009 بالتحديد، في تصفيات كاس العالم 2010 اللي اتلعبت ساعتها في جنوب افريقيا. احنا كان معانا في المجموعه الجزائر ورواندا وزامبيا. المهم ساعتها ان مصر والجزائر لعبوا الماتش اللي كان في استاد شاكر اللي في الجزائر. ساعتها الماتش ده خلص 3-1 والجزائر كسبت. بعد كده الفريقين كملوا مسارهم في البطوله عادي جدا لحد ماتش العوده اللي اتلعب في استاد القاهره. ساعتها طبعا الاستاد كان متقفل، وكانت الدنيا بقى مستنيه بقى الماتش. المهم الماتش ابتدى، ومن اول 3 دقايق عمرو زكي ساعتها جاب جون، وفي اخر الماتش في الدقيقه 95 عماد متعب جاب الجون الثاني. وطبعا ساعتها الاستاد اتقلب، وجات لقطه حسن شحاته وهو بيعيط اللي بيتعمل عليها ميمز لحد دلوقتي، حتى انا كمان بستخدم الفيديو ده. المهم ساعتها كان لسه فاضل دقيقه واحنا رحنا بهجمه كمان واترفعت عرضيه. محمد بركات ساعتها شاط كوره لزقت في سقف الجون في العارضه، واتردت في العارضه الثانيه وطلعت بره، وحلفت ما هي داخله. المهم ان كل ده حصل في ثانيتين بالظبط. ساعتها الماتش خلص 2-0، وانا فاكر ساعتها ان كان في احتفالات في الشوارع، وفاكر ان ماما كمان خدتنا نرسم علم مصر، وخلاص بقى احنا ساعتها صاعدين كاس العالم. المهم ان احنا ساعتها احنا والجزائر كنا متساويين في كل حاجه، في النقط، في فرق الاهداف، وفي المواجهات المباشره. فطبعا اضطروا ان هم يعملوا الماتش الفاصل اللي اتلعب في السودان اللي خلص 1-0 ساعتها للجزائر، والجزائر ساعتها صعدت كاس العالم. سيبك من كل اللي انا قلته ده بقى خالص، ارجع لي بقى لكره بركات دي. كره بركات دي ساعتها لو كانت دخلت كان ساعتها الماتش هيخلص 3-0، وبمجموع الماتشين هيبقى 4-3، وما كناش هنحتاج اصلا يتعمل ماتش فاصل، وكنا نصعد كاس العالم على طول. ومع الجيل اللي كان موجود ساعتها، فكان المنتخب كده كده اصلا هيوصل ساعتها لدور كويس جدا في البطوله. وكمان ساعتها مجموعتنا لو كنا صعدنا كانت هتبقى امريكا وانجلترا وسلوفينيا، فاكيد كنا ساعتها هنوصل لحته كويسه وهنوصل لحته بعيده في البطوله. ووقتها الناس كانت هتبقى مركزه مع ماتشات المنتخب في البطوله، لان المنتخب ده كان هيوصل لحته كويسه جدا. فما كانش حد هيركز وقتها ان ثوره 25 يناير تتعمل، ولو ما كانش ثوره 25 يناير اتعملت ما كناش هنخش في مشاكل سياسيه لمده 4 سنين. فكره بركات اللي خبطت في العارضه وخرجت دي غيرت مسار دوله كامله، مع ان هي لو كانت دخلت ما كانش هيحصل كل ده. وانا هنا مش بتكلم في السياسه، انا بس بقول ان ده احتمال كان ممكن يحصل بسببه تغيير في شكل الحياه دلوقتي بس. المهم احنا كنا دخلنا في سنه 2012، وعشان بابايا الله يرحمه كان بيسافر كتير جدا بسبب شغله لانه كان محامي، فسافر كذا دوله زي جنوب افريقيا واستراليا وماليزيا. فالمهم ساعتها البلد كانت بتمر بظروف سياسيه مش احسن حاجه، فبابا ساعتها كان في شغل في ماليزيا. فماما اقترحت اقتراح على بابا انه ليه ما نسافرش ماليزيا ونستقر هناك، لان البلد ساعتها كانت زي ما قلت بتمر بظروف مش احسن حاجه سياسيا، وما كانتش امان عكس الاول. طبعا بابا كان رافض رفض قاطع، لان البيئه ساعتها كانت هتبقى مختلفه علينا ومش هنرتاح هناك. ولكن بعد محاولات اقناع كتيره جدا من ماما ساعتها هو وافق
وماما ابتدت ساعتها فعلا تعمل لنا الباسبورات وتمشي في اجراءات بقى بتاعه التاشيره والكلام ده، وفعلا خدنا التاشيره وطلعت الباسبورات وسافرنا تقريبا في شهر 7 في العيد الكبير. المهم ان احنا وصلنا واستقرينا وقعدنا في منطقه اسمها لابيس. المهم ان لابيس دي كانت مقطوعه او كانت منطقه في المدينه اللي هي اصلا سجامات، زي ما انا مثلا عايش في فيصل، ففيصل دي حته في الجيزه، فسجامات دي انا فاكر ان كان فيها مول كبير جدا في كل حاجه. كان بابا بيروح هناك بالعربيه، المسافه تقريبا كانت بتبقى نص ساعه، وانا كنت بروح هناك عشان اجيب اسطوانات البلاي ستيشن 2. المهم يا جدعان ان دي شنطه سيديات الالعاب بتاعه البلاي ستيشن 2 تقريبا فيها اكتر من 40 لعبه، بنتين بقى، سبايدر مان، جاتا، فيها حرفيا اكتر من 40 لعبه، لان انا كنت مدمن بلاي ستيشن 2 في الفتره دي. المهم ان ماما ساعتها كانت ابتدت تقدم لنا في المدرسه، وخلاص كانت ظبطت ورق الاقامه وعملنا امتحان القدرات واتقبلنا. الموضوع بس كان واقف خلاص ان احنا نقدم في المدرسه، لكن مره واحده بابا قرر يوقف كل ده وكان عايز يرجع مصر تاني. فماما ساعتها قعدت تقنعه انها مش عايزه ترجع البلد تاني، لان البلد ظروفها السياسيه زي ما قلت مش احسن حاجه ومش كويسه، لكن هو كان مصر انه يرجع. وللاسف رجعنا مصر تاني في شهر 1 2014. المهم ساعتها لو كان بابا ما كانش رجعنا مصر وما كانش خد القرار ده، اكيد كانت هتبقى حياتي احسن، لان انا ساعتها اكيد ما كنتش هفضل مكمل في ماليزيا، كنت ساعتها هكمل دراسه مثلا في دوله زي امريكا او كندا، وكان زماني بعمل لكم فيديوهات دلوقتي من نيويورك او تورنتو، مش هبقى بعملها لكم من الطلبيه فيصل من كفر هرمز في الجيزه. وساعتها اكيد كانت حياتي هتكون احسن من الحياه اللي انا عايشها دلوقتي طبعا في المنطقه اللي احنا كان معانا في المجموعه. فده ممكن كان يكون اول قرار فعلا غير مسار حياتي. هطلع شويه قدام في الفتره من 2020 ل 2021. انا كنت بلعب كوره وكنت ماشي كويس جدا في الموضوع، ولعبت في كذا نادي لحد ما لعبت في نادي اسمه المحاميين في 2021 زي ما قلت في فيديو سهى. المهم ان بعدها بفتره مش كبيره انا اتعرفت على البطل التاني اللي كان معايا في القصتين اللي فاتوا، وهو ابو الدهب. وفي الفتره دي كمان كنت ابتديت اقرب من كوكو قوي لدرجه ان احنا كنا بنقعد تقريبا كل يوم مع بعض. فانا في الفتره دي ما كنتش بقعد غير مع 2 غيرهم، وكمان بعديها بشويه تقربت انا والشاطر وبقينا اصحاب جدا. بعدها بفتره في شهر 9 تقريبا انا كنت سبت المحاميين لان الوضع ما كانش عاجبني الحقيقه، وساعتها بعدت عن الكوره لفتره كبيره جدا لحد يوم 18 12 2021. ساعتها كان فيلم سبايدر مان نو واي هوم كان لسه نازل، وده كان بعد عيد ميلادي ب3 ايام لان انا يوم 15 12. فجه ساعتها واحد صاحبي اسمه هيكل قال لي الحق يا عبد الرحمن ده فيلم سبايدر مان نو واي هوم نزل، تعالى نروحه. ولان هيكل كان من الغردقه فكانت صدفه اصلا انه كان موجود هنا في القاهره وقت ما الفيلم نزل. فالمهم انا قلت له ساعتها يا اسطى انا مش مهتم بافلام السوبر هيروز فروح انت. فقال لي لا 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 تعالى بس وهيعجبك والله، وقعد يقنعني تقريبا يومين لحد لما قلت له تعالى نجرب يا اسطى نروح. رحت ساعتها الفيلم والفيلم عجبني جدا لدرجه ان انا دخلته مرتين. فبعد كده بقى هيكل قال لي اتفرج على بقيه الاجزاء عشان تعرف ترتيب الاحداث والعوالم وكده. فقلت له ماشي، وفعلا اتفرجت على كل الافلام. في الفتره دي انا كان جالي الهام لحاجه معينه لكن انا ما اعرفش هي ايه، وما كنتش لسه اكتشفتها، يعني ما كنتش اعرف ايه مصدر الالهام ده. فالمهم وانا بقلب بالصدفه ظهرت لي قناه اسمها ستوري تايم، فكان في فيديو اسمه من هو مايلز موراليز القصه الكامله. فالفيديو شدني كده اللي هو من هو مايلز موراليز القصه الكامله وسبايدر مان وبتاع. فانا دخلت على الفيديو فلقيت حاجه غريبه جدا، لقيت ان شخصيه مايلز دي شبه جدا باختلاف نوع الشعر، وكمان الشخصيه كان عندها 16 سنه وانا في 2021 كان عندي فعلا 16 سنه. فانا ساعتها قعدت ادور على الشخصيه دي كتير جدا وعرفت ان ليها فيلم انيميشن اسمه سبايدر مان اسمه سبايدر فيرس. المهم ساعتها قريت له كوميكس كتير وعرفت كل حاجه عنه لحد ما اتعلقت بيه وابتديت اكتب قصص فعلا في عالم انا اللي صنعه، والشخصيات اللي في العالم ده هي شخصيات مقتبسه من حياتي فعلا. المهم انا خلاص بقى اسمي مايلز، وبقى اي حد يجي يناديني اقول له قول لي يا مايلز، خلاص بقى الاسم لازق فيا، والفكره انه كمان لايق عليا، فانا خلاص انا مايلز. فبالصدفه بعد فتره كنت بقلب في حاجات بابا القديمه لقيت اسطوانه مكتوب عليها من تحت كلمه اعمالي، فجالي فضول افتحها الحقيقه. فلما فتحتها لقيت ان بابا كان بيكتب حاجات كتير جدا وبيسيفها على امل انه يرجع يكملها، وكان بيخترع شخصيات او كان مطور شخصيات زي احمد مكي. فهنا بقى عرفت ان الموضوع مش اجتهاد شخصي مني ولا حاجه، لا ده كان وراثه. الفكره ان بابا كان بيقعد على الكمبيوتر كتير قوي يكتب حاجات، وانا عمري ما سالته انت بتقعد كل ده بتكتب ايه، لحد ما عرفت ان بابا كان ليه عالم لوحده محدش كان يعرف عنه حاجه غيره لحد لما انا اكتشفته. والفكره ان لقيت نفسي نسخه مصغره منه، لاني برضو بحب يبقى ليا عالم لوحدي ومحدش يعرف عنه حاجه، وده العالم بتاعي انا
اللي بشوف في نفسي وبطلع فيه خيالي. المهم ان بعدها ب3 شهور كنت انا اتعرفت على سهى، وطبعا حصل اللي حصل والعلاقه اللي بينا ما كملتش. المهم لو ما شفتش فيديو سهى روح شوفه، لان كل دي تايم لاين مربوطه ببعضها. المهم ان طبعا بعد ما اي علاقه بتنتهي العلاقه دي بيبقى ليها تبعيات، وانا في الفتره دي كان عندي 17 سنه وكنت مراهق وكنت طايش، وساعتها كانت الزمالك ابتدت تتشهر، فدخلت في ارك كده اني بقيت بلبس واسع فشخ، وكنت مربي شعري كان حرفيا نازل لحد نص وشي، يمكن اطول من كده كمان، وكنت بقعد مع ناس مش شبهي كتير جدا، وكنت بعمل حاجات كتير جدا غلط، وما كانش انا الشخص ده اللي يعمل الحاجات الغلط اللي كانت بتتعمل ساعتها. وكمان في الفتره دي انا عرفت ناس كتير غلط جدا دخلت حياتي، ودلوقتي انا ما اعرفش اي حاجه عنهم. وكمان كنت انا بعدت عن الكوره خالص في الفتره دي، لحد لما جه شهر 10 ودخلت الجامعه، وخلاص بقى بطلت العك اللي كان بيحصل ده كله. المهم ده هنا يجي النقطه، انا لو ما كنتش عرفت ابو الدهب ما كنتش هعرف سهى، وبالتالي انا كانت حياتي هتمشي طبيعي جدا. ولو ما كانش هيكل خدني السينما ساعتها وفضل يقنعني نروح الفيلم، ما كانش زماني اسمي مايلز، وما كنتش هكتشف الموهبه اللي عندي، وما كانش زماني بعمل فيديوهات بالهودي ده. ولو ما كنتش عرفت سهى كان زماني لحد دلوقتي مكمل في الكوره عادي جدا، ما كانش هيحصل اي تغيير اصلا. فدول كانوا 3 قرارات غيروا مسار حياتي، لان كان اي تغيير هيحصل في التايم لاين ده كان ممكن يعمل تغيير في مسار كامل اساسا. المهم كنا دخلنا في 2023 وكان موضوع سهى شبه انتهى خلاص، وما كناش نعرف حاجه عن بعض. المهم ساعتها جه اكتر حد انا بحبه في حياتي، وهو يعتبر زي بابا الله يرحمه، وهو بابا جمال. المهم ان بابا جمال وعادل اخويا في بينهم حاجه مشتركه، وانهم هما الاثنين اشخاص عمليين جدا، واهم حاجه عندهم الشغل. ولان بابا كمان دكتور فهو فعلا اهم حاجه عنده الشغل. فجم هما الاثنين كده في يوم عملوا معايا قاعده في صاله بيتنا اللي ورايا دي، وقالوا لي بالنص كده: بص يا عبد الرحمن، انت كبرت ودخلت الجامعه ولازم تنزل تشتغل. فطبعا انا ساعتها فضلت متنح كده ودماغي هنجت، فقلت لهم: انتوا عايزيني انا انزل اشتغل واتبهدل واشيل حاجات بقى وكده؟ فساعتها عادل قال لي: لا، انت ولا هتتمرمط ولا هتتبهدل ولا في كل الكلام ده، انا هاخدك معايا المصنع. وانا ساعتها كنت رافض قاطع، اللي هو انا مش هنزل لو انتوا عملتوا فيا ايه، لو انتوا طردتوني من البيت انا مش هنزل ومش هروح. المهم ان عادل ساعتها فضل بتاع 3-4 ايام يقنع فيا لحد لما اقتنعت ونزلت اول يوم. بس انا كان عندي عيب ساعتها، ان انا ما كنتش مسؤول بما فيه الكفايه، وده طبيعي لان انا عيل عنده 17 سنه اول مره ينزل يشتغل، فاكيد مش هيبقى مسؤول. فطبعا انا كنت بغلط كتير، وعادل كان يصلح من ورايا واغلط، وعادل كان يصلح من ورايا واغلط، وعادل كان يصلح من ورايا، لدرجه ان في ايام انا كنت بتحجج فيها وما اروحش الشغل. فعادل يجي يتصل بيا يجي يقول لي: انت ما جيتش الشغل ليه يا عبد الرحمن النهارده؟ وانا اتحجج بقى باي حاجه، اقول: اصل بطني وجعاني، اصل انا راحت عليا نومه، والشغل اساسا الساعه 4، فمفيش حد بيروح عليه نومه الساعه 4 تقريبا. لو عادل شاف الفيديو ده هيقتلني، ان هو فعلا كان مصدق ان انا كنت تعبان بجد. وده لاني للاسف شخص عنيد جدا، وما بحبش حد يمشي كلامه عليا او يأمرني او يعدل عليا في اي حاجه. في مره حصلت غلطه مني في الشغل قدام المدير، والمدير ساعتها كلمني بطريقه ما عجبتنيش، فانا ساعتها اتضايقت جدا وقعدت يومين ما اروحش الشغل. فجه عادل بكل بساطه قال لي ساعتها: لو كل الناس كانت عملت زيك كده واتضايقت وما جاتش الشغل، لو المدير كلمها بطريقه وحشه ما حدش هيشتغل، كله هيقعد في البيت. في مره تانية حصلت مشكله مع حد، اتخانقت يعني مع حد هناك، وحصلت مشكله وكبرت، وانا ما روحتش الشغل ساعتها تاني يوم. فجي برضو عادل ساعتها جه اتكلم معايا وقال لي: لما يبقى عندك مشكله في حاجه لازم تروح تحلها وتواجه مشاكلك، عشان بالطريقه اللي انت ماشي بيها دي مشاكلك مش هتتحل. وفعلا انا ما عرفتش قيمه الموقفين دول غير لما جبت ال20 سنه، وبقيت انا اللي بغلط في الشغل ومحدش يصلح من ورايا، وبقيت انا اللي بقع في مشاكل وانا اللي بحلها من غير ما حد يعرف عنها حاجه، لان خلاص مفيش ريفرنس اصلا انت ترجع له تيجي تقول له: اصل انا والله حصل معايا مشكله فتعالى حلها لي. لا خلاص، انت يا حبيبي هنا بقى انت شيل شيلتك بقى، انت خلاص بقيت راجل عندك 20 سنه فشيل شيلتك انت. المهم ان يوم بيعدي ورا يوم، وانا خلاص كنت اتعودت وبقيت اتبهدل عادي، لحد ما بقيت دلوقتي بشتغل اي حاجه وخلاص بقيت اعرف انا اجيب مصاريفي وبقيت شايل مسؤوليه نفسي. فده كان قرار غير مسار حياتي برضو وخلاني شخص مسؤول، لان لو ما كانش بابا ساعتها هو وعادل قعدوا معايا القعده دي وخلوني انزل اشتغل، انا ما كنتش دلوقتي هبقى بجيب اي حاجه عايزها لنفسي، وبقيت بنزل اشتغل اي حاجه المهم ان هي تجيب فلوس وخلاص، وما كنتش هروح مع ابو الدهب الشغل اللي طلع نصب، وبالتالي ما كانش هيبقى فيه فيديو عن مسعد. فانا فهمت ان ساعتها نزول المصنع ده ما كانش غصب عنهم او انه كان لازم تنزل، بالعكس على فكره ده علمني صنعه وخلاني افهم في انواع الازاز بكل انواعه، واعرف افرق بين نوع الازاز اللي يتركب في اي جهاز كهربي. فده برضو فادني انا عموما، لان انا لو عايز اشتغل في مكان تاني ليه علاقه بالشغلانه دي هشتغل عادي جدا. المهم كانت خلصت 2023 ودخلنا في 2024، و2024 دي كانت
سنة التحول في حياتي، لان حصل فيها احداث كتير جدا غيرت تفكيري، وكمان كنت جبت ال20 سنة فدخلت يعني في العشرينات. المهم ساعتها كنت سبت المصنع خلاص. صراحة الفترة دي كان ليها عيوبها ومميزاتها، بس اكتر ميزة الصراحة انا طلعت منها ان انا بقيت بحافظ على الفلوس، وما بقيتش بصرف فلوس في حاجات ملهاش لازمة. لا، بقيت عارف فعلا قيمة الجنيه اللي انا بجيبه ده، وبقيت بعرف اصرفه في ايه يفيدني وايه ملوش لازمة اجيبه. المهم بعد لما سبت المصنع انا كنت اتعرفت على بنت اسمها جانا. انا وجانا دي كنا قربنا من بعض جدا، لدرجة ان احنا بقينا بنتكلم كل يوم تقريبا، وعرفنا كل حاجة عن بعض. والفكرة ان انا في الفترة دي ما كنتش مركز في اي حاجة غير في اليوتيوب، والفترة دي انا كنت منزل كتير جدا، تقريبا كنت منزل فيديو كل اسبوعين. فالمهم جانا ابتدت تحبني، تتعلق بيا، بس انا كانت سهى واخدة نص فص من دماغي ساعتها، فانا كان مستحيل اخش في اي علاقة تانية. وفي النص كده كان في طبعا شوية علاقات فاشلة، فانا كنت قافل على نفسي. فالمهم في الفترة دي انا كنت ابتديت اشتغل كفيديو اديتور، وكانت الدنيا ماشية كويس. يعني في النص كده كان بيحصل ما بيني وما بين جانا مشاكل، وبنبعد وبنرجع نتكلم، وبنبعد وبنرجع نتكلم، وهكذا لحد ما في شهر 9 تقريبا بعدنا عن بعض خالص. وانا كشخص مش بيفرق معاها حاجة الحقيقة، يعني انا لو حد بعد عني باكل وبنام، بصحى ناسي الحد وناسي الموقف وناسي ايه اللي حصل اصلا، وبكمل حياتي عادي. فالمهم فضلنا بعيد عن بعض قرب ال3 شهور لحد شهر 12. ساعتها حصلت صدفة ورجعت انا وسهى نتكلم تاني واتقابلنا، وطبعا الدنيا ما مشيت زي ما انا عايز كالعادة، لان وقتها سهى جت قالت لي كلمة انا عمري ما هنساها. الموضوع فات عليه سنتين بس انا لسه مش ناسي الكلمة دي لغاية النهاردة. المهم ان سهى جت ساعتها قالت لي بص يا عبد الرحمن، علشان ما اضيعش وقتك، انا شايفة انه فلان مناسب ليا، وانا الصراحة بحبه، وانا شايفة اني هبقى مبسوطة معاه، وهو بيحبني، فانا شايفة ان احنا هنبقى مبسوطين مع بعض. فساعتها طبعا انا سكت وما عملتش حاجه وما خدتش اي رد فعل، لان ما كانش في ايدي اي حاجه اعملها او اثبتها ان انا شخص كويس، بس خلاص يعني مش في ايدي اي حاجه اعملها. المهم ساعتها الكلمه دي اثرت فيها جامد، بس الكلمه دي غيرتني، خلتني دلوقتي افكر في اي قرار باخده بالعقل مش بالعاطفه، وخلتني لاول مره افكر بالمنطق والواقعيه قبل ان انا افكر بعاطفتي. يعني بكل اختصار لو انا ما كنتش بعدت عن جانا في الفتره دي، ما كنتش انا وسهى هنرجع نتكلم، ولو ما كناش انا وسهى رجعنا نتكلم ما كانتش سهى هتقول لي الكلمه دي، وما كنتش هتغير من شخص عاطفي لشخص منطقي واقعي. وكمان ده علمني حاجه، علمني ان انا اتخلى عن اي حاجه طالما الحاجه دي مش ليا، لان مش شرط كل حاجه بنحبها تكون معانا. وكمان القرار ده غير وجهه نظري تجاه العلاقات، وخلاني اكتشف ان العلاقات اغلبها مبنيه على مصالح متبادله بين الطرفين. بعدها انا نهيت الموضوع ما بيني وما بين نفسي، وقفلت كل المواضيع دي، وخلاص ابتديت اتقبل الامور ان دي حاجات ما كانتش ليا ساعتها، وخلاص الحاجات دي راحت لحالها وانا رحت لحالي. المهم انا كان في حوار لفت نظري كده لما كنت بتفرج على مسلسل اركين ما بين جيس وفيكتور، وهما شخصيتين من ابطال المسلسل. ساعتها فيكتور راح قال لجيس ان اخطاء الناس جايه من قراراتهم، يعني كل عاطفه وكل فشل وكل تضحيه الانسان بيضحيها هو اختيار من الانسان نفسه. واللي يثبت ده سلاح الهيكستيك، لان لما ايكو سافر لكون موازي لكونهم لقى الدنيا هناك ماشيه كويس ومثاليه جدا ومستقره. وده ليه؟ لان في الكون ده ما كانوش اكتشفوا الهيكستيك اصلا، وبالتالي ما حصلش حروب بين بلتوفر وزون، وبالتالي الكون ده مشي كويس جدا، وباودر ما بقتش جينكس، وبالتالي الكون ما اتدمرش عكس كونه اللي اتدمر بسبب السلاح والحروب اللي قامت بسببه. ففيكتور هنا فهم حاجه مهمه جدا، فهم ان اي قرار بياخده الانسان ممكن يفتح له مسار حياه جديد بسبب قرار اتاخد، سواء هو صح او غلط. بسبب القرار ده ممكن يفتح للانسان حياه جديده هو اصلا ما يعرفش ايه اللي ممكن يحصل فيها. وانا من وجهه نظري بشوف ان حياه الانسان عامله زي شبكه مصير كلها مسارات مختلفه، والانسان بيختار مسار من كميه المسارات اللي ممكن يختارها ويمشي فيها. يعني بمعنى اصح هي تايم لاينز مختلفه، وانت بتختار التايم لاين اللي تمشي فيه على حسب قرار اللي انت اخترته من الاول. يعني كل قرار ليه عواقب، وكل فعل انت بتعمله ليه عواقب مختلفه عن الفعل التاني اللي انت كنت هتعمله. فاظن كانت هتبقى تجربه حلوه لو كنا نقدر نختار كل مسارات حياتنا ونعيش فيها. المهم انا حاسس اني طولت عليكم وحاسس اني رغيت كتير قوي، بس اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، ولو عايزين نتكلم عن حاجات تانية شبه دي قولوا لي، ويا ريت تعملوا سبسكرايب عشان بتكسف اطلب منكم، وتعملوا لي فولو على انستجرام. وبس اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.